بقول لكم ايه. الفيب بيجيب ميه على الرئه وبيجيب سرطان وبيجيب بوب كورن لانج وبيجيب جلطات. ارتحتوا؟ تمام خلاص كده اهوت. انتوا اللي عايز يسمع الموضوع ده سمعه كده واتاكد، ولا تيجوا بقى نتكلم في الحقيقه كده ونحللها جزء مع جزء في السريع. واحد، ميه على الرئه. اولا ده اسمه ارتشاح رئوي، والارتشاح الرئوي بيجي بسبب حاجه من الحاجتين: يا اما التهابات يا اما مشكله في عضله القلب. ما ينفعش ان انت تصاب بيه من الفيب. بوب كورن لانج بسبب مادة موجودة اسمها داسيتايل، والداسيتايل كان موجود بنسبة ضعيفة جدا في الليكويد من 10 سنين وبطلوا يحطوه، والنسبة اللي كانت بتتحط ما كانتش بتعمل حاجة أصلا. بالنسبة للسرطان مفيش أي دليل علمي بيقول إن الفيب بيجيب سرطان. كمية السموم والمواد المسرطنة اللي موجودة فيه أقل بمليون مرة من السجاير. الإيفالي حصل فعلا بسبب تي اتش سي مضروب، كان محطوط في كارتريدج بتاعة مخدرات في أمريكا، مع ان التي اتش سي موجود والناس بتاخده جوه الجوبات، ولكن وجوده جوه الليكويد المضروب ده موت ناس. حصل بجد، بس ده مش في الفيب العادي، ده في الفيب الدراجز. مشاكل القلب والجلطات. النيكوتين ممكن يسرع ضربات القلب، بس ولا الفيب ليه علاقة بالجلطات، ولا ليه علاقة بضعف عضلة القلب، ولا ليه علاقة بمشاكل جنسية، ولا أي حاجة. الالتهاب الرئوي والربو والكلام ده في بعض المكونات اللي موجودة في الفيب ممكن تسبب بعض الحساسيات عند ناس، وساعتها الفيب بالنسبة لهم بيبقى اختيار غير مناسب، لأن هم عندهم حساسية من المواد اللي بيتكون منها سائل إلكتروني، ودي بره إيدينا. تعب الكلى وتعب الكبد والعقم والجفاف، مفيش أي حاجة بتثبت إن الفيب ليه علاقة بأي حاجة من الحاجات دول، اللهم إلا إن أنت فعلا ممكن يجيلك جفاف بسيط في بقك بسبب استخدام الفيب، وعلاجه حاجة واحدة: شرب شوية مية. اسمعني بقى كويس. اولا مفيش حاجه امنه 100%، ومفيش حاجه ممكن ان انت تستخدمها غير الهواء الطبيعي بتاع ربنا وما تتعبكش. طالما بتدخل حاجه اصلا غريبه جوه جسمك لازم في سن التعب، ولكن اذى عن اذى بيفرق. ما تصدقوش اي اشاعات بتسمعوها، خد بالدلائل العلميه وبالحاجات المثبته، خد بالتقارير الطبيه اللي بتقيس على مستوى ناس واسع. لو يهمك تقليل الضرر بتاع السجاير بالنسبه للناس اللي حواليك والناس اللي تعرفهم، شير الفيديو. ممكن يكون الفيب بالنسبة له وسيلة وطوق نجاة يخليه يعيش حياة أفضل. شير الفيديو ده لو أنت شايف إن الكلام مناسب، وسلام.